واش عمرك بغيتي تركز ولكن ما قدرتيش؟ كتقول غير 5 دقائق ونبدا، وكتلقى راسك دازو ساعات ويمكن نهار كامل، وكتحس بشي حاجة ثقيلة في صدرك، بحال الا كتضيع وقتك وما عارفش كيفاش توقف هاد الدوامة. بغيت نقول لك حاجة وتركز معايا مزيان، راه المشكل ماشي فيك وماشي حيت انت ضعيف، المشكل هو ان دماغك ما متفاهمش معاك. كيفاش الدماغ كيخدم؟ دماغك بسيط ولكن قوي، كيحب الراحة وكيهرب من اي حاجة كتبان ليه صعيبة، وزيد عليها حاجة خطيرة، كيحفظ الاماكن ويربطها بالعادات. الا كنتي كتقرا في بلاصة اللي كتفرج فيها، اللي كتضحك فيها، اللي كتستعمل فيها التليفون، دماغك غادي يتخلط. مني كتجلس تخدم غادي يحاول يرجعك للحاجة السهلة، شوية ديال التليفون، غير نشوف نوتيفيكاسيون، وهنا كيضيع التركيز بلا ما تحس. معركة التفكير، أخطر حاجة ماشي التشتت، أخطر حاجة هي التفكير بزاف. كتجلس بوحدك وكتبدا تفكر، واش نقدر نديرها، واش غادي نكمل، واش ماشي صعيبة، وكلما فكرتي أكتر كلما نقصات الطاقة ديالك، وكتبان لك الحاجة كبيرة حتى كتخاف تبداها، ومن بعد كتأجل، ومرة ومرتين حتى كتولي عادة. ولكن شنو إلا قلت لك الحل ماشي معقد؟ شنو إلا قلت لك باللي تقدر تبدل هاد الحالة بشوية ديال التغييرات الصغار؟ الحل الأول، بدل المكان. ماشي ضروري تمشي بعيد، غير حاول تعطي لكل حاجة بلاصتها. إلا بغيتي تقرأ جلس في بلاصة كتقرا فيها فقط، إلا بغيتي تخدم خلق واحد الجو اللي كيقول لدماغك دابا وقت الخدمة. حتى إلا غير زاوية صغيرة راه غادي يفرق بزاف. الحل الثاني، ما تفكرش، بدا. ما تنتظرش الحماس وما تنتظرش تكون واجد 100%، غير بدا، حتى إلا غير 5 دقائق. راه الحقيقة أصعب لحظة هي البداية، ومن بعد كل شيء كيولي أسهل. الحل الثالث، حيد التشتت من الجذر. إلا التليفون هو المشكل بعده، إلا السوشيال ميديا كتضيعك حبسها شوية، ماشي حيت خاصك تقاوم راسك، ولكن حيت خاصك تعاون راسك. الحل الرابع، سهل الطريق. ما تحاولش دير كل شيء مرة واحدة، خطوة صغيرة كتجيب خطوة أخرى، وكل مرة كتنجح في حاجة صغيرة كتحس براسك قادر تكمل. الحل الخامس، كافئ راسك. راه حتى انت تستاهل ترتاح، خدم شوية ووقف شوية، اضحك، تنفس، عيش اللحظة، باش دماغك يعرف أن الخدمة ماشي عذاب ولكن طريق لشي حاجة زوينة. الحل السادس، ركز على حاجة واحدة. ما تجمعش كل شيء، دير غير حاجة واحدة واعطيها حقها، ومن اللي تساليها دوز اللي من بعدها. بهذا الشكل غادي تحس براسك كتمشي للقدام بلا ضغط. اسمع مزيان، راه ماشي خاصك تكون إنسان خارق باش تركز، خاصك غير تفهم راسك، وكل نهار دير خطوة صغيرة. يمكن اليوم غادي تطيح ويمكن غدا حتى هو، ولكن إلا ما حبستيش غادي يجي نهار وتشوف راسك تبدل، وغادي تقول كيفاش كنت كنضيع هاد الوقت كامل. وخا ببطء وخا بشوية راك غادي توصل، حيت النصحة اللي باغي تكون راح قريبة لك أكتر مما كتخيل. إلا وصلتي حتى لهنا دير معك اشتراك وواحد التعليق زوين باش نكبروا العائلة.